راني نحكي لك واحد الوقت ما كانت كاينه لا فتنه ولا تبون ولا سعيد شنقريحه. ايوه كانت الجزائر غايه مع المغرب. ايوه الجزائري تعرف على مغربي، هذا الجزائري من ضواحي نتاع بسكره، تعرفوا ولاو يتراسلوا ولاو اصدقاء وتحابوا. واحد اليوم قرر هذاك الجزائري يبعث كما نقولوا احنا كادو لهذاك المغربي. ما هو الكادو؟ ما هو الكادو؟ ما هو الكادو؟ كادو كي نقول لك كادو هديه. هديه ايوه هديه. بغى هذاك الجزائري قرر باش يبعث هديه لصديقه المغربي. والمغربي في نفس الوقت قرر باش يبعث هديه للجزائري خوه. ايوه الجزائري اوتوماتيكمون قال لك واش ما كاينش في المغرب، قرر باش يبعث له دقلة نور، تمر تاع بسكره. التمر تاع بسكره، بعث له صندوق تاع تمر تاع بسكره. والمغربي في نفس الوقت قال لك شا ما كانش في الجزائر، بعث له صندوق نتاع الموز. ايوه طيب ايوه. اسبوع بعد اسبوع تعيطوا في الهاتف. الجزائري سول المغربي قال له واش رايك في الهديه اللي بعثتها لك؟ المغربي قال له ما شاء الله، عمري ما كليت هذاك التمر في حياتي، ما شاء الله وعجبني كثير والذوق تاعه حلو. استدير كما نقولوا حنايا اعترف بهذاك التمر نتاع بسكره دقلة نور. والمغربي سول هذاك الجزائري قال له وانت واش رايك في الهديه اللي بعثته لك؟ هذاك الجزائري قال له ما شاء الله، هذاك اللي بعثته لي الحمد لله وعجبني بزاف، ولكن كاينه مشكله. هذاك المغربي سولو قال له اش هي المشكله؟ قال له عنده العلفه كبيره. العلفه يعني ايش؟ يعني كالنواه، هو حسبه كيف التمر، كل هذاك الخارجي وقاس الداخلي. طيب ما فيش لا يوجد في الموز نواه؟ الموز كاين الاصفر وتاكل الداخلي. ايوه تاكل اللي داخل. ايوه عكس التمر. ايوه عكس التمر. الجزائري اكل الخارجي وقاس الداخلي. يا اخي فكر الموزه اللي داخل البيضه هي النواه. الموز كالتمر باسكو هو موالف بالتمر، ياكل الخارجي ويقيس الداخلي. يا اخي الجزائري هذاك موالف بالتمر، ياكل الخارجي ويقيس الداخلي. وايش قال لها الجزائري؟ قال لها النواه كبيره. قال له النواه كبيره، اكل الخارجي وقاس الداخلي. وهذه قصه حقيقيه صارت في 1986. الاب تاعي الله يرحمه حكاها لي. الاب تاعي الله يرحمه حكاها لي. الثمانينات احنا ما كناش نعرفوا الموز في الجزائر. الله في الثمانينات ما الموز، شوف الموز احنا الجزائريين عرفناه كي تفتحت الحدود نتاع المغرب في اواخر الثمانينات 88، من فتحها الحسن الثاني مع الشاذلي ولينا ندخلوا المغرب، هذاك وين عرفنا الموز. مش معقول يا اخي. راني نحكي لك، انا الجيل تاع السبعينات اخ شرعي، انا الجيل تاع السبعينات، راني عارف واش راني نهضر لك. طيب والدلاح متى عرفتوه؟
لا هذاك الدلاع وكل شيء هذاك. كنتوا تشوفون في وجده فقط، في وجده. شوف الجزائريين ما يقبلوش هذه الهضره، ولكن انا نقولها بكل صراحه. اعظم الفواكه عرفناها كي تحلت الحدود في 88. النهار اللي انتحلت الحدود بين الجزائر والمغرب في 1988 بين الشاذلي بن جديد رحمه الله والحسن الثاني رحمه الله، عرفنا اللوز، عرفنا النواة كاجو، عرفنا الدلاع، عرفنا البطيخ. احنا ما كناش نعرفوا النواة كاجو. تعرفوا شو ولا النواة كاجو؟ ما هو هاد نواة كاجو احنا في الجزائر نهار اللي دخل علينا في 88 كنا نعيطوا له الكاوكاو العوج. ما هو الكاوكاو العوج؟ هو جايك النواة كاجو هذاك يجيك الكاوكاو ولكن اعوج، هو جاي حلو على الكاوكاو. نوع من المكسرات سيد اسعد، بحال مثل الفستق. ايوه هذاك المنعطف هكذاك. منعطف عين الجمل. لحظه يا صالحه، ايش سميتوه؟ احنا كنا نعيطوا له الكاوكاو العوج. زعما كاوكاو ولكن اعوج. ايوه زيدني اش كان معاك في هذه الفتره؟ حتى في التسعينات من دخل البارابول وبدينا نتعرفوا على فرنسا عاد عرفناه باللي يسموه النواة كاجو.